كان في عالم أعصاب اسمه بلوم قال لو افتكرنا كل حاجة بتحصل لنا كان زمان حياتنا بقت كابوس. الحقيقة دي مش جملة شعرية خالص، دي حقيقة علمية، وده اللي احنا هنعرفه في ابيسود 5 من سلسلة العلم بيقول ايه كل يوم تلات الساعة 3. روتين اسمه راك 1، وده عامل زي مدير تنظيم العمليات في دماغك، مسؤول عن تنظيم عمليات النسيان. لما راك 1 يشتغل بيقلل الروابط اللي بتربط الذكريات في دماغك، خصوصا الذكريات اللي ملهاش أهمية أو اللي بتتراكم من غير استخدام. بس ليه بقى الدماغ بيعمل كده؟ لأنه ببساطة مش معمول عشان يخزن كل حاجة، إنما معمول عشان يخزن أهم حاجة. تخيل بقى لو كان دماغك خزن كل وش شفته في المترو، كل كلمة سمعتها، كل موقف عدى قدامك في الشارع، كنت حرفيا هتغرق وسط الزحمة دي. علماء الأعصاب زي سكوت كياري بيقول إن النسيان مش ضعف، لكنه نظام فلترة طبيعية للجسم. يعني دماغك بيقرر ايه يستحق يفضل وايه يستحق انه يتشال تماما، وده اللي بيخليك تفتكر معلومة مهمة في الامتحان وتنسى لون التيشيرت اللي انت كنت لابسه من اسبوع. اما بقى الاغرب ان في مشكلة عكسية تماما، في ناس عندها مرض اسمه هايبرسيميزيا، والمرض ده بيخليهم يفتكروا كل حاجة، يفتكروا كل تفصيلة في حياتهم حرفيا، من أول يوم في المدرسة بلون المفرش اللي كان على الترابيزة من 10 سنين. بس المشكلة إن ده بيضغط دماغهم بشكل مرعب، ويكون صعب جدا عليهم يركزوا أو ينسوا المواقف المؤلمة. في نظرية تانية اسمها النسيان التكيفي Adaptive Forgetting، بتقول إن الدماغ بينسى عشان يتكيف، يعني بينسى الحاجات اللي مش مفيدة ومش مهمة عشان يوفر طاقة للتعلم والحفظ معلومات جديدة. حاجة كده زي ما الأجهزة بتعمل كلين أب أو اوبتمايزيشن لنفسها علشان تشتغل أسرع. وعشان كده كل مرة تنسى حاجة بسيطة ما تتضايقش، ممكن تكون طريقة عشان دماغك ينظف نفسه، ممكن تكون دي طريقة دماغك إنه ينظف مكان للي جاي. وساعات كمان النسيان بيكون آلية حماية عشان ننسى المواقف المؤلمة عشان نعرف نكمل. فأيوة احنا بننسى، بس مش عشان دماغنا ضعيفة، بالعكس ده عشان دماغنا شاطر وعارف كويس ايه اللي يستاهل يحتفظ بيه وايه اللي يسيب وراه عشان نعرف نعيش. خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.